إزاي أكون المنقذ لنفسي، إزاي أحل مشاكلي، إزاي أساعد نفسي بدل ما أنا واقف في المكان اللي أنا فيه ده ما باتحركش، إزاي أتخطى مواقف صعبة، إزاي ما اعتمدش على حد تاني ييجي يساعدني في أي مشكلة أنا باتحط فيها. أنا عندي إجابة على كل الأسئلة دي، وإجابة أنا مجربها كمان، يعني مش قريت عنها وجاي أقول لكم عليها، أنا مجربها ونفعت معايا. بس قبل ما أقول لكم عليها عايز أدردش معاكم شوية ونحاول نشوف وجهة نظر تانية للموضوع ده، إن إحنا إزاي ننقذ نفسنا. ووجهة النظر دي هتساعدنا نحل الموضوع، هتساعدنا نوصل للنتيجة بشكل أسرع. بجد قبل ما أبدأ الحلقة أنا عايز أشكركم على اللي أنتوا بتعملوه معايا. يعني من أول ما استحملتوني وأنا من غير ميكروفون بالصوت الضايع اللي أنا كنت فيه، وبعد كده لما جبت ميكروفون، وبعد كده لما قعدت أحاول أشتغل على الميكروفون، كل ده الصوت بايظ والكاميرا بايظة والإضاءة مفيش، وأنتوا معايا وبتساعدوني. دلوقتي كمان أنا لقيت ناس بتنزلي ستوريز على الانستجرام مثلا، بوستات بيتكلموا فيها عن الحلقات بتاعتي، عن على الفيسبوك. وبجد في حاجات انا كمان ما بشوفهاش، بكتشف بالصدفه ان الناس بتتكلم عني وبيشجعوا اصحابهم يتفرجوا عليا. ودي حاجه جميله قوي، يعني انا ده احسن من 100 ماركتينج الصراحه ان انتم بتساعدوني. فالموضوع حلو، حلو. شكرا شكرا انكم بتساعدوني اكبر، شكرا انكم بتحسسوني ان انا ماشي على الطريق الصح، وكمان اني مش لوحدي في ده. فانا بس حبيت اشكركم على كل ده، حتى لو كنتوا انتوا فاكرين انتوا ما بتعملوش حاجه، فانتوا بتعملوا كل حاجه. شكرا بجد. ثواني اروح اعيط واجي. عايزك تقعد معايا كده تلت ساعه تركيز، سيب الاكل اللي انت بتاكله عشان احنا هنتكلم بواقعيه. فعايزك تبص لي وابص لك ونفهم بعض. هل فعلا في حد بينقذنا من المشاكل اللي احنا فيها؟ ولما اقول مشاكل بقى خلوها عامة، يعني علاقات، شغل، دراسة، مشاكل نفسية، مشاكل في البيت، براحتكم. هل فعلا في حد بينقذنا منها؟ ويا ادهم يعني ايه بينقذنا اصلا؟ يعني لما قلبك يتكسر في علاقة ما، وتبدأ تحس أحاسيس وحشة، تبدأ تتوجع، ذكريات صعبة بتلسعك، اشتياق بيموت في قلبك، رغبة في إنك تكلم الشخص، رغبة في إنك ما تكلمش الشخص، أفكار كتير في دماغك مرة واحدة، شعور بالخذلان، شعور بالحزن، الوقت اللي هو قبل النوم ده اللي بتقعد فيه تفكر في كل حاجة وتحس إن أنت اتضحك عليك. هل في حد بينقذك منه؟ يعني لما يبقى عندك مشكلة في الشغل أو مش لاقي شغل وطول الوقت حاطط إيدك على قلبك وخايف وعمال تفكر في المسؤوليات اللي عليك، الخطط اللي عليك، الأحلام، بكرة إيه اللي هيحصل فيه، قاعد قلقان وخايف ومش عارف تنام، مش عارف تفكر، مش عارف تتعامل مع الناس من كتر التفكير والقلق ده. هل في حد بينقذك من ده؟ بما إن الأغلبية هنا في كليات وفي ثانوية عامة، مين بينقذك من خوفك الدائم وأنت بتذاكر؟ خوفك على مستقبلك، عارف إن أي غلطة ممكن تغير لك مستقبلك كله. عايز أفرح أهلي، مسؤوليتي اللي أنا ما أضيعش تعبهم وتعبي بعد كل السنين دي. مين بيحارب معاك؟ مين بينقذك من الحاجات دي وبينتشلك منها؟ عايزكم بقى تقعدوا معايا وتفكروا في الكلام اللي أنا قلته، تفكروا في المشاكل اللي انتوا فيها أو المشاكل اللي كنتوا فيها، وتشوفوا بقى بناءً على الكلام اللي أنا قُلته ده، هل فعلًا حد أنقذكم من الأفكار والخوف والمشاعر الوحشة والّا لأ؟ في ناس كتيرة هتجاوب عليَّ والله صحابي، والله صحابي وقفوا معايا، أهلي ساندوني، مش عارف مين كان واقف جنبي. بس هل فعلًا ده صح؟ أصل في فرق كبير أوي بين إن أنت تخرج مع صحابك، تكلمهم، تشكي لهم، تفضفض لهم، يحاولوا يغيّروا لك مودك، أو مثلًا إن أهلك يدخلوا عليك ويطبطبوا ويحضنوا ويواسوك ويدّوك نصايح، وبين إن فعلًا حد يخلّصك من الأفكار اللي أنت فيها والقلق اللي أنت فيه، الرعب اللي بتحسه، الأفكار اللي بتيجي لك وقت النوم. ده هو الإنقاذ. ده الإنقاذ الصح اللي المفروض يحصل علشان نقول إن الشخص أنقذني. بس ده مش بيحصل. تعالوا أقول لكم إيه اللي بيحصل. اللي بيحصل إنكم بتصحوا في يوم من الأيام، العلاقة اللي كانت خانقاكوا دي فجأة ما لهاش تأثير، ما بقتش موجودة. عايشين حياتكم عادية، جاهزين تدخلوا علاقات تانية، بقى عندكم سلام نفسي فجأة كده out of nowhere. وده بيحصل فعلًا. فجأة في يوم من الأيام المشكلة بتاعة الشغل دي هتتحل، أو هتلاقوا بديل، وهتعيشوا حياتكم عادي وتنسوا أصلًا المعاناة اللي أنتم كنتوا فيها. الثانوية العامة أو الكلية بتخلص، وبندخل مرحلة تانية، بنتعرف على ناس تانية، بنقابل وبنخرج وبنتفسح وبنشتغل وبنتجوز وبنخلف، والثانوية العامة أو الكلية دي بتبقى ولا حاجة، ذكريات بنضحك عليها مش أكتر. ده اللي بيحصل ولا أنا باضحك عليكم؟
اللي حصل إنك عدّيت بالمشكلة بصعوبتها وبقسوتها، دخلت حرب معاها، في أيام تكسب، في أيام تخسر، في أيام أهلك وصحابك يكونوا معاك يهوّنوا عليك، يشيلوا معاك شوية، يدّوك قوة إنك تكمّل الحرب، لكن مهما حصل حتى لو هم دخلوا معاك الحرب دي ما حدش هيحس بالوجع والأذى غيرك. يعني انت مثلا لما تكون بتشكي لاصحابك مشكلة وهترجع البيت تنام وتفكر، لو حد من صحابك كلهم اتجمعوا حواليك ناموا جنبك على السرير كده، برضو انت اللي هتتأذى، برضو انت اللي هتزعل، برضو انت هتحس بالأحاسيس الوحشة. فما فيش حد حرفيا هينقذك غير نفسك، لانك انت اللي بتحارب وبتقعد مستمر في الحرب دي الى ان تنجو منها او تفوز فيها. اللي خلّاني أُدرك إن أنا شخص باتكلّم عن نَفْسي كأدهم دلوقتي، أنا اللي بانقذ نَفْسي كل مرّة. كنت في يوم متضايق جدًا، كان مود وِحِش، أنا فاكر اليوم ده لحد دلوقتي، والأفكار تراكمت في دماغي. أنا عادي الحمد لله زي أي إنسان عادي عنده مشاكل في حياته، وده الطبيعي، ده اللي بيخلّي الحياة حلوة، وباعرف أتعامل معاهم على حِدة. بس في اليوم ده المشاكل خانتني وجُم كلّهم مرّة واحدة. مرة واحدة كده جننوني. فأنا كنت قاعد مع صاحبي وعمالين نتكلم في المواضيع دي، وفجأة انهارت انهيار كبير جدًا، قعدت أعيط وأصيح: أنا تعبت، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا كل ما تحصل مشكلة أروح لده وأروح لده وأحاول إن حد يساعدني ما بالاقيش، وفي الآخر باتعب وبارجع أقعد مع هاني وأكلمه، وفي الآخر باحلها أنا من نفسي برضه، وقعدت أزعق، أزعق جامد وكنت زعلان. طبعًا صاحبي ده مش عارف مين هاني، استنى أقول لكم مين هاني. ده هاني الدبدوب بتاعي. انا مش مجنون ولا واحد بيكلم الدبدوب بتاعه وعيل عبيط في دماغه وفرفور. انا اتعودت على ده من وانا صغير. من وانا صغير ما كانش عندي صحاب، فلما كانت تحصل لي مشكله في المدرسه في البيت ما كنتش بتكلم مع حد. بس مين اللي كنت اتعودت بقى وانا صغير، كنت طفل، فكنت بقى بتخيل انا بقعد اكلمه وهو بيكلمني وبيحكي لي، فتعودت على ده. ولمّا بقى عندي صحاب ولمّا دخلت في الحياة بجد، لقيت إن فعلًا في مشاكل كبيرة وعندي صحاب وباكلّمهم، بس المشاكل ما بتتحلّش. برضه باقعد كده أقوم راجع أبُص للدبدوب بتاعي وأقعد أزعل بقى وأتأثّر لحد ما المشكلة تتحل بيّا أو من نَفْسها. في اليوم ده طبعًا صحيت من النوم ندمت على اللي أنا قُلته لصاحبي ده، طلعت عيل مجنون في نظره، بس يعني آآ استوعبت حاجة. استوعبت إن حصل لي مشاكل كتيرة أوي في حياتي وأصعب من اللي أنا فيها دلوقتي، واتحلت عادي ما بقتش موجودة. استوعبت إن في الوقت اللي باخرج مع أصحابي فيه وباقعد أشكي لهم وأحكي لهم وأفضفض وأصيح وأشكي، وهُم يحاولوا يفرفشوا لي ويهزروا معايا، في آخر اليوم أنا اللي بارجع لوحدي، ما حدش بيرجع معايا، بارجع للحرب بتاعتي لوحدي بجد بقى. وأرجع على سريري لوحدي أفكر وأقلق وأخاف من بكرة. استوعبت إن ماما وبابا كانوا بيدخلوا عليا الأوضة يطبطبوا عليا يدوني نصايح يزعلوا معايا ويتأثروا معايا ويحاولوا يواسوني بأي حاجة، يا عم روح جيب لبس، يا عم روح اتفسح في حتة خد فلوس عيش. بس برضو مصيرهم بيخرجوا من الأوضة وبيقفلوا عليا، وبقعد أنا برضو مع أفكاري والحرب بتاعتي أخلص فيها مع نفسي أو هي تخلص عليا. والوقت الوحش ده بقى اللي أنا فيه لوحدي مع أفكاري وخوفي ومشاعري، هو ده الوقت اللي يصح فيه الإنقاذ. غير كده كلها مساعدات معنوية، حاجات مؤقتة، صحابك بقى أهلك ChatGPT أيًا كان، حاجات معنوية ومؤقتة. استوعبت بقى كمان إن خلاص ما فيش غيري، أنا بس اللي موجود. هو أنا مش باقول كده بقى اللي هو بُصّوا يا جماعة أنا لوحدي، خدوا استبيه ابعتوا لي حاجة، ما عنديش صحاب، الوحدة هي اللي بتخلّيني أعمل كده. لأ، أنا باقول لكم كده وأنا حواليّا ناس كتيرة بيحبوني، ولو بس اتكلمت ألو أنا عايز مساعدة في حاجة، أنا عايز أفضفض، عايز أحكي، هتلاقيهم ييجوا لي جري، الحمد لله ربنا يخلّيهم ليّا طبعًا. مهما كنت وسط ناس كتيرة برضه مشاكلك أنت اللي هتحلها لوحدك، ما حدش هيحلها لك. فأنا عرفت إن المِحَن اتخلقت عشان ننجو منها. يعني حضرتك يا عزيزي المشاهد، المشكلة اللي أنت فيها دي اتخلقت عشان أنت تنقذ نفسك منها وتحلها وتتعلم منها، وده هنتكلم فيه على مدار الحلقة. والنجاة من المشاكل ليه أشكال كتيرة أوي، تعالوا نتناقش فيه. أنت ممكن تنجو من المشكلة أو كما أحب أسميها الحرب بإنك تحاول وتعافر وتجاهد في الحرب دي. يعني إيه؟ أنت مش لاقي شغل وعايز شغل،
لأ، تنزل وتدوّر تشتغل أي حاجة وتروح من هنا لهنا لهنا وتتعلّم لحد ما توصل للي أنت عايزه. لو أنت في دراسة وعايز تنجح، تتعب وتتبهدل وتشقى في دراستك لحد ما توصل للدرجات اللي أنت عايزها وتنجح. لو أنت في علاقة وِحشة وخرجت منها، تعافر إن أنت تحل الموضوع، تعافر إن أنت تعالج نَفْسك، تعِف نَفْسك من إنّك تبعت رسالة للشخص ده، أو تحمي نَفْسك من الاشتياق اللي ممكن ييجي لك يبوّظ لك الدنيا. تدخل في علاقات جديدة، تتعلم من الموضوع. ده كده طريقة للنجاة من المشكلة أو من الحرب. في طريقة تانية بإنك تألف الحرب، خلاص تتعود عليها، ما تخليهاش تأثر فيك. ودي الحروب اللي بتكون مع الأهل، لما يكون أهلنا أو مصدر مشاكل إحنا مش عارفين نغيره، حاجة ثابتة في حياتنا، فبنتعود بنألفها، بنختار نفسنا وبنرتاح. ده برضو طريقة من الطرق اللي انت ممكن تنجو من الحرب. والله العظيم صدقوني ده حاجة حلوة قوي انك تشتري نفسك. ممكن تنجو بقى من الحرب انك تستسلم. ودي انا عندي قصة ليها. انا كان عندي شخص في حياتي بعزه جدا وبحبه جدا. على مدار سنين سنين حاولت بكل حاجة، حرفيا كل حاجة انتوا ممكن تتخيلوها، ان الشخص ده يفضل في حياتي، الشخص ده يفضل جنبي ما يسيبنيش. بس برضه كل حاجة كانت بتتقلب بالعكس وبتحصل مشاكل وبنبعد اكتر. على مدار سنين تعبت واتبهدلت، لحد ما في مرة قلت الحرب دي مش حربي، المشكلة دي مش مشكلتي، وسبت كل حاجة ومشيت. ومن ساعتها أنا زي الفل، خلاص. هنا برضو ساعات في ناس بتدخل حرب مش حربها، بتدخل مشاكل مش مشاكلها، فالاستسلام هو حل كبير قوي للموضوع ده. خد بالك بقى انك مش هتخلص من المشاكل اللي انت فيها الا لما تتعلم منها. عشان كده في ناس كتير قوي بيشتكوا ان هم بيقعوا في نفس المشكله مره او مرتين لانهم مش بيتعلموا الدرس. يعني ايه الكلام ده يا ادم؟ دلوقتي انت او حد في حياتك اكيد قلت الجمله دي: انا بجذب الناس المريضه لحياتي، انا بمد ايدي في الزباله اطلع ناس، كل شويه اتعرف على حد يطلع مجنون ويبهدلني معاه. مش الجمله دي بتتقال؟ وهل هي صح؟ لا مش صح. اول مره اول ماشي خلاص غلطت ما خدتش بالك، تاني مره يبقى انت اللي غلطان. ليه؟ انت اتعاملت مع ناس وحشه، وده كفيل يخليك تتعلم ازاي تختار صح بعد كده. بس برضه بترجع تختار غلط، فمين بقى الغلطان؟ انت. الدرس موجود ما اتعلمتوش، خلاص هيفضل يتعاد 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 لحد ما تتعلم. هيفضل يدخل في حياتك ناس يأذوك لحد ما تتعلم ازاي تختار الناس صح. ده سبب. تاني سبب بقى بيخلي برضو المشاكل في حياتك ما تخلصش، غير انك مش عايز تتعلم منها، ان اول ما تحصل مشكله تقوم واخد بعضك وتجري على حد يحلها لك. الحقني، انا عايز اشكي، انا عايز احكي، حصل لي وجرالي وعمل لي. انك بتهرب من المشكله ومش بتحلها. انا قعدت سنين كتيره قوي في حياتي صراحه، والله بكلمكم جد، اول ما تحصل لي مشكله اقوم جاي على اصحابي: حصل كذا وكذا وعمل وجرى والحكايه والروايه، طب اعمل ايه، طب اسوي ايه، طب انا مش عارف، طب انا زعلان يا حول الله يا رب. بس لقيت ان انا ما بحلش المشاكل، المشاكل بتفضل موجوده وبفضل اروح اصيح لاصحابي لاني انا ما بحلهاش، انا بروح اشكي وده غلط. انا بقعد اشكي من هنا والمشكله بتقعد تكبر 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 وانا سايبها لحد ما تيجي على دماغي في الاخر. والاعتماديه على الناس او تجاهل المشكله ده اكبر عامل في انك ما تحلش مشاكلك. انا حصل لي حوار كبير احله؟ لا، هقعد اصيح واشتكي لحد ما اهدى. انا في مشكله في الناس اللي في حياتي اروح اشوف هي فين وهي في الاغلب بتكون جوايا انا؟ لا، انا هروح الومهم، هم الناس الوحشين هم المؤذيين، وهروح مدخل ناس تانية حياتي. انا عندي مشكله في التشتت في الدوم سكرولينج، بعمل عادات وحشه في حياتي وعايز اغيرها. انا هروح اشوف بودكاست، هو البودكاست اللي هيحل لي كل مشاكلي. اقعد كده 5 ساعات وواحد كده بيقول حلول مبصمجها او جايبها من على الاي اي، وانا هقعد اسمعه كده، انا خلاص عملت اللي عليا وهرجع تاني اعيد اللوب. الا من رحم ربي، يعني في بودكاست حلوه جدا يعني. خلاص يا ادهم، خلاص يا ادهم، احنا اسفين، حقك علينا، احنا ناس وحشه ما بنحلش مشاكلنا. ماشي، هنعمل لك سبسكرايب، بس ارجوك اسكت واهدى وقول لنا نتصرف ازاي. تعالوا اقول لكم احنا هنعمل نحل مشاكلنا ازاي. اول حاجه ودي طريقتي المفضله جدا، اني الوم نفسي. يعني انا حصل لي مشكله، انا المسؤول اني احلها. اهلي غلطوا في تربيتي وسببوا لي عقد نفسيه، هم السبب. اه هم السبب، بس انا المسؤول احل. انا مسؤول اعالج نفسي، ادي لنفسي الحب اللي انا ما لقيتوش منهم. اشوف ايه الغلط اللي عملوه واصلحه فيا عشان لما اكبر واخلف ما اعملش كده مع ولادي. لان هم عمر ما فيش حد، مش الاهل بس، ما فيش حد كسر حاجه هيجي بنفسه يصلحها. البنت اللي انا كنت بحبها خانتني وكسرتني ووجعتني لا 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 لا. وانا كنت الملاك البريء وكنت بعمل لها اللي هي عايزاه. هي اللي غلطانه، هي حبيبي، هي بنت كلب، حقك عليا انا، بس انت المسؤول تصلح.
تبقى عندك خوف من العلاقات، بقى عندك قلق، بقى عندك قلة الثقة بالنفس، ها هتقعد بيهم والّا هتروح بقى تقوم تحل؟ هتقعد بيهم وتقول بقى هي السبب، هي السبب، هي وحشة، طب هي هتعمل إيه؟ هتيجي تقول لك ثق بنفسك بقى والّا إيه؟ والّا هتقعد تستناها لحد ما الكارما أو لحد ما حقك يتاخد منها؟ شوف بقى ده هيحصل إمتى أو لو شُفته أصلًا أو عرفت، لأ، يبقى نقوم نحل. أنا المسؤول عن نفسي. صديقي العزيز خان ثقتي وكسرني وأنا ما عنديش أصحاب غيره زي يعمل معايا كده، هو وِحِش، هو وِحِش وابن كلب برضه زي البت اللي في المثال اللي قبل كده، بس أنا اللي أقوم أصلّح ده، أنا أقوم أعالج نفسي من التأثير اللي أثّره الموقف عليّا. هتقولوا لنا إزاي نعالج نفسنا يا أدهم؟ لأ مش هاقول لكم، لإن كل واحد ليه طريقة مختلفة في إنه يحل مشاكله ويعالج نفسه، بس إحنا ما بناخدش النيّة اللي إحنا نعمل كده، إحنا لو نوينا هنلاقي الحل وده هاتكلم عليه دلوقتي وإحنا جايين في الكلام يعني. أنا سامع سؤال بيقول طب ما هو فعلًا يا أدهم الناس دي وحشة، الناس دي غلطوا في حياتنا إزاي ما نلومهمش؟ ماشي يا أدهم إحنا نحل مشاكلنا بس على الأقل نلومهم، على الأقل نعرف إن هم غلطانين. تعالوا أحكي لكم قصة، كان في راجل ماشي في الغابة بسلام، فجأة جه تعبان قرصه. الراجل عمل إيه؟ الراجل قعد يجري ورا التعبان، قعد يلوم التعبان وعايز يمسكه عشان يقول له أنت ليه عملت معايا كده؟ أنت ليه أذيتني؟ أنا ما عملتلكش حاجة، أنا كنت ماشي في سلام. هو بيلوم التعبان وعايز إجابة على أسئلته. لحد ما التعبان هرب ما عرفش يمسكه والراجل مات في الغابة، مات بالسم. ليه؟ لأنه ببساطة ما وقفش في مكانه، عرف إنه السم في جسمه. أنا لازم أتكلم التليفون، أنجد نفسي، أعمل إسعافات أولية، آخد دواء، أتصرف. ما عملش كده، هو راح رمى المشكلة على حد ومستنيها تتحل من عند الحد ده. إحنا بنعمل نفس الكلام لما بنلقي اللوم على إنسان أو شخص أو موقف أيا كان. المفروض الشخص التاني هو اللي يحل، المفروض الأمور تفرج، المفروض مش عارف إيه. أنا كده بقف في مكاني، أنا كده ما بتحركش، أنا كده ما حلتش مشكلة. هتفضل تلوم على الإنسان وده هيريحك شوية بس المشكلة هتفضل تتفاقم 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 وتقع على دماغك أنت، أو تلوم على الموقف يعني مش لازم إنسان، بس أنا بدي مثال العلاقة. فعشان كده بقول لك ما تلومش حد، أنت تحمل مسؤولية نفسك، مش هقول لك تلوم نفسك حتى، تحمل مسؤولية نفسك. فأنا عايزك تغيّر تفكيرك عشان تحل المشكلة، بدل ما تقول أهلي هم السبب، هم اللي أذوني، هم اللي مش عارف إيه، قُل هم أذوني وأنا مسؤول أصلّح نفسي، أنا هاتصرّف. ما الناس كتيرة أهلهم أذوهم وعايشين حياتهم خلاص وكبروا وعاشوا حياتهم واتجوّزوا، ما الدنيا ما وقفتش. البنت اللي أنا باحبها وخانتني، بدل ما أقول هي السبب وهي الوحشة، خلاص لأ أنا أتعلّم، أنا أشوف أنا عملت غلطات إيه في العلاقة دي، أشوف اللي أنا كنت في حاجات غريبة بتحصل وأنا ساكت عليها، كنت أشوف اللي أنا ما كنتش صارم، أشوف اللي أنا كانت شخص هي مش موثوق فيه بس أنا كمّلت، يبقى أنا جيت على نفسي، أنا غلطان، أتعلّم عشان العلاقة اللي بعدها. الشغل اللي أنا اترفدت منه بدل ما أقعد أقول حسبي الله ونعم الوكيل، أنا قاعد على القهوة ما باعملش حاجة، ربنا لأ. أنا دلوقتي مسؤول من نفسي، أنا هاقعد على القهوة أقعد أصيح، أنا لازم أقعد أشتغل، أدوّر على حاجة تانية، إن شاء الله أشتغل بحاجة بمرتب أقل لحد ما أعيّش نفسي وأوصل للحتة اللي أنا عايزها. أنا كده باحل مشاكلي مش باقعد ألوم الناس. شُفتوا تغيير فكرك للحتة دي ممكن يغيّر حاجات كتيرة أوي، ممكن يخلّيك تتحرك فعلًا، ممكن يحل المشكلة. طب يا آدم أنا كده هاتعب وهاعاني، أنا كده هاشيل المسؤولية كلها. طب يا حبيبي أُمّال لو ما شِلتش مسؤولية نفسك مين هيشيلها لك؟ ما برضه كلمني بالعقل، أنا باكلمك بالعقل. صاحبي ما تتعبنيش أنا مدرّج، إيه يا جدعان، أنت لو ما تعبتش لنفسك هتتعب لمين؟ عايزكم تروحوا تشوفوا حلقة التعلُّق، اسمها التعلُّق وأوهامه تقريبًا على ما أتذكّر يعني، مش تشوفوها كلّها بس شوفوا snippets يعني، هتلاقوني باتكلّم عن صديق أنا كنت متعلّق بيه. زمان قبل الحلقة أنا كنت أقعد أقول ده نرجسي، ده toxic، ده سام، ده ضحك عليّا وقال لي إحنا أصحاب في الأول وقرّب منّي وبعد كده رماني وراح شاف غيري و. بس بعد ما قعدت مع نفسي ولُمت نفسي لقيت اللي أنا أنا اللي متعلق بيه بسبب إني ما عنديش حُب وتقدير لذاتي، بسبب إني مش عارف أكون لوحدي في حياتي، مش عارف أحب نفسي لوحدي، فكنت مُعتمد عليه إن هو يدّيني كل ده، فكنت متعلق بيه تعلُّق مرضي، أذاه هو، مش أنا اللي باتأذى، هو اللي اتأذى فبعد. فأنا لُمت نفسي وعرفت إن أنا غلطان واتعلمت أحب نفسي وأقدّر نفسي وأكون لوحدي في حياتي من غير ما أحتاج حد. كل ده عشان أنا شِلت مسؤولية نفسي. شوفوني وأنا في الحلقة باتكلم بكل حب وسلام ولا كأن الموضوع أثّر فيّا. ده مثال واقعي في حياتي يعني لو أنتم عايزين تشوفوا وتجربوا. تاني حاجة لازم نعملها إن إحنا نخِف شكوى، نخِف فضفضة،
ليه الكلام ده؟ لإن إحنا لمّا تحصل لنا مشكلة ونروح نسأل ده وده 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 ونتكلم مع ده، كل واحد هيدينا رأي، كل واحد هيشتتنا، كل واحد هيقول كلام غير التاني وهنتجنن أكتر ودماغنا هتزيد في الأفكار، وممكن يكون أصلًا كل الأفكار دي عبيطة، حتى لو الناس دول كلّهم ادونا حلول، الحلول دي نفعت معاهم هم مش معانا إحنا، فممكن تسوّحنا، ممكن تزعّلنا جامد، ممكن تأذينا، لإن الحلول دي مش مناسبة مع ظروفنا إحنا. برضه لمّا أنت تقعد تتكلم في موضوع كتير، كتير، كتير أنت بتدّي له أكبر من حجمه. لو الموضوع صغير تقعد تتكلم فيه مع ده، مع ده، مع ده، فيكبر، يكبر، يكبر لحد ما يقع عليك أنت، وهو أصلًا موضوع صغير. فحاول تحل المواضيع قبل ما تتكلم فيها مع حد، عشان حتى تعوّد نفسك إنك ما تحتاجش حد. كمان الفضفضة والحكاوي والرغي والشكوى والقعدات الرايقة اللي بتقعدها مع أصحابك عشان تفُك عن نفسك وتحكي مشاكلك، دي بتدّي إحساس مؤقت وحلو بإنك خلاص خلّصت المشكلة، أنت رايق. أنا والله في علاقة وحشة بس باروح أشكي لصحابي واحكي لهم وخلاص باروّق على دماغي وبانسى. طب ما تروح تحل المشكلة، ما المشكلة موجودة، العلاقة لسه موجودة، شوف هتعمل فيها إيه. والله المدير بتاعي مبهدلني والشغل مبهدلني بس أنا باخلّص والبس الsweat pants وأقعد على القهوة أشكي واحكي لصحابي. طب ما تحل، ما أنت كده تاني يوم هتصحى تروح الشغل تاني تتبهدل وتتعب، أنت ليه ما بتحلش؟ فإنك تشكي وتفضفض بيدّيك شعور بإنك خلاص خلّصت المشكلة وده إحساس كدّاب وغلط. بُصّوا ركّزوا معايا، باحكي وأطلّع اللي جوايا وأهدى، أفتكر إن أنا خلاص خلّصت وبقيت تمام، أعيد المشكلة تاني وتحصل لي وأعيشها وأتضايق وأزعل، أقوم راجع لأول نقطة تاني، لأ أنا أحكي وأشكي وأفضفض أطلّع اللي جوايا، أهدى، تتعاد، أكرر، دايرة ما بتخلصش loop. وأنت واقف فين في النُص ما بتتحركش والمشكلة ما بتخلصش، بالعكس هي بتكبر كمان. طيب يا أدهم إيه الحل؟ ما أنا مش عارف أنا وقفت ليه بس حبيت كده أعمل حركة في الحلقة بدل ما أنا قاعد كده رجلي نملت الصراحة. طب يا آدم إيه الحل؟ أنا خلاص عرفت إن أنا بأجل في مشاكلي اللي أنا بهرب منها بالكلام، إن أنا بلوم الناس التانية وده غلط، بس أنا برضو مش عارف الحل. بس أنا آسف، والله أنا آسف بجد. أنا ممكن أكون مش مثقف نفسيًا بزيادة، بس أنا باقول لك عمر ما حد هيقول لك الحل. لو شُفت 100 بودكاست، لو شُفت 100 لو قريت 100 كتاب، ما حدش هيقول لك الحل. الناس آخرها تساعدك تحل. المشكلة لمّا بتُقع في حياتنا بتكون مناسبة لحياتنا، بنكون إحنا كأشخاص قادرين نحلها بأيًا كانت الطريقة، حتى لو كانت بتستنفذنا بس إحنا قادرين نحلها. يعني صعب إن أنت تلاقي مشكلة إن مثلًا واحد عايش على قد حاله اتداين ب3.000.000$ مش مش مضبوطة فاهمين؟ فتلاقي دايمًا المشاكل مناسبة مع الشخص ودي حكمة جميلة من ربنا. فزي ما باقول لكم المشكلة لمّا تيجي لك بييجي معاها الحل، بس اللي إحنا بنعمله ده اللي أنا اتكلمت عليه في الأول بيشتتنا. إحنا ممكن نكون لو قعدنا كده مخمخنا مع نفسنا وشربنا كوباية القهوة ممكن نلاقي الحل لكل المشاكل. الحل ممكن يكون إن إحنا نغيّر تفكيرنا، الحل ممكن يكون إن إحنا نطلّع نفسنا غلطانين ونحاسب نفسنا وفعلًا نكون غلطانين، الحل ممكن يكون اللي إحنا نمشي، نسيب، الحل ممكن يكون إن إحنا نجرّب حاجة جديدة، الله أعلم، كل واحد ليه طريقة. عايز أقول لكم حاجة، عايز أقول لكم عن نفسي لمّا أروح للtherapy، أنا إمتى باروح therapy؟ لمّا أنا خلاص أكون تعبت مش قادر أعرف المشكلة اللي أنا فيها هي إيه عشان أحلها، مش عارف المشكلة أصلًا، أنا باحس بحاجات غريبة بس إيه المشكلة اللي بتخلّيني أحس بده مش عارف، فباروح للtherapy يقعد يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين لحد ما نحط إيدينا على المشكلة، أعرف اسمها بس، أعرف هي إيه سببها وأقول له مع السلامة، خُد فلوسك يا صاحبي وأقوم رايح أنا أحلها بنفسي. أنا حاسس إن أنا مدّي جو شبح أوي بالتدريجة وبالقميص وفتحة القميص كده، مش عارف بس يعني أنا كلّه من قلبي والله. فأنا باعمل كده فعلًا، أنا اللي باروح أحل بنفسي، لإن الدكتور مش عارف يحل لي. الtherapy الصح عشان في ناس نصابين، هو بيساعدك تحل مشاكلك، مش بيحل لك مشاكلك، لإنه لو حل لك مشاكلك هتعتمد عليه كل شوية لحد ما تتعلق بيه وتبقى دي مشكلة تانية عايزة تتحل. أنا مجال دراستي علّمني حاجة، يعني طلعت منه بحاجة الحمد لله. وهي إني لو عايز نتيجة كويسة يبقى أنا أسأل السؤال الصح، مش هاقول لك إيه هو، هاسيبه في ملعبك، بس أنت دلوقتي في مشكلة، اسأل نفسك الأسئلة الصح، هل أنا غلطان والّا لأ؟ المفروض أتصرّف إزاي عشان أحل ده؟ أروح لمين؟ ها؟ لإن الناس فعلًا بتساعد بجد، بس لو اخترنا الناس الصح، أروح لمين يقدر يرشدني بعقل للمشكلة اللي أنا فيها. يعني دلوقتي أنا ما ينفعش أروح عندي مشكلة عاطفية أقوم رايح لواحد تاني حياته العاطفية متبهدلة، أنا عندي مشكلة في الشغل أقوم رايح لواحد صاحبي،
كلية، طب ما اسأل حد بيشتغل، فاهمين قصدي؟ خرج من دماغك بقى فكرة هي عملت، هو عمل، هم وحشين، هم مش عارف ايه، حتى لو هم وحشين فعلا، لانك انت المسؤول. لو شلت المسؤولية ولو عرفت، وهي مسؤولية سهلة جدا والله، لو عرفت ان انت المسؤول عن اي حاجة في حياتك هتلاقي كل حاجة بتتحل. تخيل كده اقول لك، انت عندك عبء كبير على قلبك اهو، بس سببه لك فلان، انت هتفضل ماسكه ومتضايق ان ده السبب، فلان هو اللي عمل كده وعايز تتخلص منه. بس لو قلت لك انت المتحكم في ده، انت تعمل اللي انت عايزه في ده، هو اداك العبء وانت تعمل اللي انت عايزه ببساطه والله، هي الموضوع بسيط جدا. هتقوم سايب الموضوع، سايب الاعباء دي هترميها، لما تعرف ان انت المسؤول ومتحكم فيها مش اي حد تاني. اعرف ان انت المسؤول عن حياتك وانت المتحكم في حياتك، ودي حاجة حلوة ومش صعبة خالص، هي محتاج بس انت تفكر فيها. فانت بس اللي هتنقذك. وده كان موضوع الحلقة يعني. حاسس ان انا ما اتكلمتش كفاية، ولا انا اتكلمت اوفر، مش عارف. بس انا هسيبكم بقى واتمنى لكم اسبوع سعيد.